يومكم سعيد ومبارك. السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مرحبا بكم في ذوق بنا. نتمنى تكونوا بخير وصحه وعافيه. بسم الله والصلاه على رسول الله. تفضلوا معايا للكوزينه. اليوم رايحين نحضروا هذه الوصفه اللي راح تخرج لنا ما شاء الله. تقدروا ديروها وجبه عشاء ولا وجبه غدا. قبل ما نبداو الوصفه، من اجل استمراريه القناه وباش نقدم لكم دائما الجديد، فضلا وليس امرا اشتراك في القناه واللايك، جزاكم الله خير الجزاء. مقاديرنا لهذه الوصفه: نص ربطه تاع سلق اللي كنت غليته وصفيته، عندنا 4 حبات بطاطا مقطعه الى مكعبات، 2 حبات بيض، 3 مغارف نتاع الزيت، ملح، و2 حبات مركاز، و4 سنينات نتاع الثوم. عندنا ايضا البهارات: فلفل الكحل، ملح وقزبر. كما شفتوا في الفيديو في المقله حطيت 3 مغارف نتاع الزيت وسنينات نتاع الثوم، قليتهم شويه وضفت لهم السلق، نخلوهم يتقلوا مع بعض. في المقله الزوجه بعد ما سخنت لي زيت حطيت مكعبات البطاطا يطيبوا على نار متوسطه. نخلو البطاطا طيب ونروحوا نحركوا في السلق ورايحين ناسيزونوه. راح نضيف له شويه نتاع الملح، نضيف له ايضا شويه نتاع فلفل الكحل، وباش يجينا مسك يجي شويه حار رايحين نضيفوا له ايضا الهريسه اختياريه، اللي ما يبغيش الحار ما يديرهاش. لهنا بعد ما ضفنا فلفل الكحل نزيدوا نص ملعقه نتاع الهريسه باش يجينا السلق تاعنا بنين، يجي حار، يجي ما شاء الله. بعد ما ضفنا الهريسه نزيدوا شويه تاع القزبر اليابس الملحي اللي راح يعطينا مذاق هايل. نزيدو نخلطو فيه شويه وراح نطفي عليه البنات. لهنا السلق تاعنا راه واجد. كسروا الحبات تاع البيض كما قلت لكم حبه حبه باش ما يفسدناش كامل البيض. ما نغفلوش على البطاطا، نروحو نشوفوها هي لا طابت، رايحين نحوها على بركه الله. للبيض كنت ضفت شويه تاع الملح وشويه تاع فلفل الكحل، نخلطوهم مليح. نحو البطاطا نحطوها في بابي ابسوربون باش يمتصلها كامل هذاك الزيت. المقله اللي قليت فيها البطاطا نحيت منها الزيت هذيك اللي كانت فيها، ما غسلتها ما والو، حطيت ديريكتومون فيها هذوك 2 حبات تاع المرقات اللي كنت قطعتهم الى قطع. لهم يخرجوا هذاك الزيت تاعهم، رايحين نقيسوه. ولي فخيت بعد ما طابوا لي فرغتهم مباشره على هذاك السلق، ما رانيش على النار، راهي طافيه كما راكم تشوفوا في الفيديو. النقانق هذوك نخلوهم يخرجوا ذاك الزيت، نوخروهم على جهه، نفرغوا هذاك الزيت ونخلوه كميه قليله. بعد ما طاب لنا شويه هذاك المرقاز او قطع تاع المرقاز رايحين نحو هذيك الزيت كما قلت لكم. نجيبوا ان بول صغير ولا ونحوها ورايحين نقيسوها نرموها البنات، نخلو كميه قليله فقط. رايحين نخلطوا كامل المقادير مع بعض كما راكم تشوفوا في الفيديو. المقله اللي كان فيها السلق مع البطاطا كنت نطفي عليها البنات، ما كنتش شاعله عليها، غير خلطتهم مع بعض. دوك نخلطوا كلش مع بعض ورايحين نعملوا لهم البيض. راني خلطتهم كامل مع بعض كما راكم تشوفوا. وهذا الوصفه تجي ما شاء الله، نتمنى انكم تجربوها. يعني كل مقادير راهي طايبه، كلش راه طايب. نزيدو نخلطوهم غير شويه، واحد 2 مينوت ولا 3 مينوت، ونجيبوا البيض اللي كنا ضفنا له الملح وفلفل الكحل ونفرغوه على المقادير. مانيش رايحه ندير هذه الوصفه كشغل اومليت، راني رايحه نخلط المقادير. البيض ينشف شويه من تحت يطيب، ومن بعد رايحين نخلطوا المقادير. بغيتها تجي مخلطه كيما تشكشوكه. فوالا بعد ما طاب لنا البيض من جهه رايحين نخلطوا المقادير. خليته غير شويه نشف وراح نخلط بالمغرف نتاع العود. وهكا الوصفه نتاعنا تكون وجدت، ورايحين نشوفوها على بركه الله في طبق التقديم. تفضلوا معي. هذه كانت الوصفه المقترحه اليوم من ذوق بنا، نتمنى تنال اعجابكم. هي وصفه خفيفه نقدموها في الفطور ولا العشاء مع سلطه. تقدروا تحضروا هذه الوصفه بهذه الطريقه ولا عندكم طريقه اخرى. هذوك المقادير ما تفرغوش عليهم البيض، تحطوهم في اموله غراتان يكون مدهون بالمارغرين. ضربوا 3 حبات تاع البيض، شويه فلفل الكحل وشويه وفرغوهم عليهم، خلطوا مليح وزيدوا الفرماج ودخلوه يتغراتينا. وهذه وصفه ثانيه. هذه كانت وصفه غداء ولا عشاء مقترحه بطريقتين، نتمنى تكون نالت اعجابكم انكم تجربوها. ما بقى لي غير نقول لكم في امان الله وحفظه، مع السلامه.